ويقول لي مفيش. يا جماعه اللي حصل ده بس قلبت الكاميرا من على المبخره فعادي بقى. انا نسيت كنت بقول ايه. السلام عليكم جميعا، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا بافضل واحسن حال وانتم بتسمعوا فيديو النهارده. الفيديو من فكرتكم، وبجد الفكره عجبتني جدا، حسيت ان هي قد ايه مهمه، فقلت يلا بينا نعمل الفيديو ده. وادام انا قاعده هنا يبقى تاكدوا ان انا مش بصور برينج لايت، فاوريدي مفيش اضاءه، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، فمش مهم. المهم ان احنا هنوصل فكره، هشوفكم هتشوفوني والدنيا لذيذه. فيلا بينا نبدا الفيديو. لايك سبسكرايب لو مش مشتركين علشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجايه. وبس كده، وخلينا نبدا في الفيديو علشان زي ما متعودين مش عايزينه يعدي ال10 دقايق. النهارده زي ما قلتولي اللي انتوا عايزين اتكلم يعني عن ازاي ان احنا نبطل تفكير في المستقبل وان احنا نضيع وقتنا وكده. فالفكره حسيتها فعلا مهمه، لان 95% من الناس، مش عايزه اقول 99، لان في ناس ممكن هي ماشيه كده اصلا، ان احنا نبطل تفكير في المستقبل، اللي احنا نقول هنعمل ايه بكره، هنخاف من المستقبل وكده. ودي حاجة مش لطيفة خالص، مش لطيفة، بتقلقنا، بتخوفنا، بتضيع تفكيرنا، تفكير كبير جدا، بتضيع طاقتنا اصلا اللي احنا ممكن نستخدمها في اوريدي حاجات احسن بكتير. فالنهارده هقول لكم يعني على بجد الاهم حاجة، وهي اول حاجة، اهم حاجة لازم تبقى عندنا علشان ما نخافش من المستقبل. وان اصلا يعني احنا المستقبل ده الله اعلم احنا عايشينه ولا لا، ان احنا نكون عندنا ايمان ويقين بالله سبحانه وتعالى. بجد دي اول حاجه اساسيه لازم تبقى عندك، لان اصلا عمركم فكرتوا ان احنا ممكن المستقبل اللي احنا بنفكر فيه اوريدي احنا ما نكونش موجودين فيه؟ اللي احنا موجودين فيه ده امتى؟ النهارده. فخلاص احنا هنعيش وهنفكر فيه ليه؟ لان احنا اوريدي موجودين فيه. طب بكره الله اعلم، انا ممكن ما اكونش موجوده بكره، ممكن ما اكونش موجوده في المستقبل اللي انا بفكر فيه. ممكن ناس خايفه وقلقانه من حاجه معينه نازله فيها تفكير 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 تفكير، هي اصلا ما تحضرهاش يعني اوريدي. اصلا انتوا لو عندكم ايمان يقين بالله سبحانه وتعالى، انتوا حرفيا مش هتخوفوا نفسكم وتقلقوا نفسكم بالكم الهائل من التفكير ده. حد شطور هيجي يقول لي يعني احنا كده بلاش نفكر في المستقبل ونسيبها على الله كده. هو كده كده اللي هرد عليكم واقول لك ان الطبيعي ان احنا كده كده هنسيبها على الله. امال يعني هنسيبها؟ هتسيبوها عليا انا؟ هسيبها عليكم؟ هنسيبها عليها؟ هنسيبها عليه؟ لا طبعا، احنا كده كده اوريدي سايبينها على الله. ولكن التفكير غير التخطيط. التخطيط حاجه والتفكير حاجه. ان انا اخطط مثلا واقول انا بكره ان شاء الله باذن الله ان كان لي عمر انا هصحى اعمل 1 2 3، ده انا بخطط ليومي الجميل وانا هعمل فيه ايه. ان انا يعني انتوا المستقبل يعني في ناس بتفكر فيه ان انا بكره مثلا هيحصل لي مصيبه، انا قلقان من حاجه، فانا ليه مثلا ما اخدش المستقبل بتاعي ده ان هو في جماعه الكاميرا بقى لها 5 دقايق فاصله وقال ما فيش مساحه، فبجد موضوع مقرف حرفيا، نسيت. خلونا نكمل بسرعه لان لازم نشوف موضوع المساحه ده بعدين. كنا في التخطيط والتفكير، ان احنا لما نخطط دي حاجه كويسه على فكره، دي حاجه يعني احنا لازم اصلا نعملها في حياتنا، لان دي حاجه بتطمنا، بتخلي اهدافنا واضحه، بتخلي يومنا يبقى منظم اكتر، نبقى احنا عارفين ايه اللي احنا هنعمله، ايه اللي ورانا، ايه اللي مش ورانا، ايه الاكثر اهميه، ايه الاقل اهميه، وهكذا. فدي حاجه مهمه جدا. اما التفكير اللي في المستقبل، في المخاوف، القلق، ده ما هو الا تفكير بيستنزف طاقتنا، تفكير في دايره مغلقه مليئه بالطاقه السلبيه. فدي حاجه بالفعل بتستنزف طاقتنا. فاحنا ليه نعمل حاجه بتستنزف طاقتنا؟ احنا ليه نعمل حاجه فيها سلبيه؟ الحاجه اللي تقدر تشغلنا عن كده لما اكون انا بخطط، دي حاجه اوريدي عكس حاجه اصلا، دي حاجه ايجابيه، دي حاجه سلبيه. فانا لما بكون مخططه ليومي وعارفه ان انا هعمل 1 2 3 4، الوقت الفراغ هو اللي بيسوح دماغي للتفكير بقى. انا والله قاعده فاضيه، فهقعد بقى افكر واسيب دماغي طاقه سلبيه طاقه سلبيه طاقه سلبيه. فاوريدي اصلا انا ما بقتش قادره اسيطر على دماغي. لو في حاجه قلقاكوا قوي، احنا ممكن نعمل ايه؟ نتصور مثلا لو ايه مثلا، ايه اخطر حاجه ممكن تحصل في الحاجه دي. والله انا مثلا انا خايفه مثلا، انا امتحنت خايفه من درجات الامتحان بتاعتي. ايه اسوأ حاجه ممكن انا اوصل لها؟ ان انا مثلا يعني اجيب اقل من النص. فانا هتوقع اللي هيحصل. طيب ولو حصل ايه؟ يعني انا هيبقى تصرفي معاه ايه؟ فانا قصدي يعني بالفكره دي ان انتوا ممكن تتوقعوا ايه اسوأ حاجه مثلا وتبداوا تخططوا، لكن ان انا ما اسيبش دماغي لتفكير سلبي هيبدا بقى جارر، بقى التفكير بيجر بعضه ويلا ونتسوح كلنا. فلا، دي حاجه بجد سلبيه جدا، لازم ان احنا نبتعد عنها. لازم ان احنا نشغل بالنا بحاجات ايجابيه اكتر، وان احنا يبقى حوالينا ناس ايجابيين احنا اوريدي اصلا بنتاثر بيهم. جنبنا ناس سلبيين فاوريدي برضو احنا بنتاثر بيهم، احنا كده كده بنتاثر باللي جنبنا. عشان مثلا كده بيقولك ايه، ان الصاحب ساحب، مثلا صاحب الشاطر تبقى شاطر زيه، صاحب مش عارفه ايه تبقى مش عارفه ايه زيه، فهكذا يعني. عشان كده انا بقول لكم ان انتوا لازم تقربوا من ربنا،
يبقى عندكم يقين. يعني احنا نخطط ونقول احنا هنعمل ايه الايجابيات اللي في حياتنا، ونشوف احنا ناقصنا ايه. احنا نبدا لو احنا مثلا فاضيين، ما فيش وليكن مثلا عندي اجازه فاضي، ما فيش حاجه انا اعملها، اقل حاجه ممكن اتعلم حاجه جديده، اخرج مع اصحابي. في حاجات كتير جدا 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 بتتعمل، يعني احنا اوريدي بنضيع فيها اصلا. فدي حاجه مهمه. يعني ثانيه خلوني اطلع لكم ورقه، قلت لكم الورقه دي من النتيجه كان خاله جافه، فالجمله اللي فيها عجبتني قوي. بيقول لك ايه بقى: امنح نفسك الراحه اللازمه بين الفترات العصبيه، فالراحه تعيد تشغيل الطاقه وتجدد الحماس. بجد هي حلوه جدا، الجمله دي حلوه جدا. وفعلا احنا طول ما احنا بنفكر في حاجه شغله دماغنا بالسلبيه، احنا بنقعد مسوحين دماغنا فيها، ما بنديش نفسنا الوقت المناسب للراحه. فاوريدي اصلا احنا ده كله بيجي علينا احنا، فعشان كده بقول لكم ريحوا نفسكم. وعايزه اقول لكم ان انتوا في كل موقف عيشوه بتجربته، حتى لو الموقف ده كان سيء، مش لازم الموقف يبقى ايجابي عشان احنا نتعايش معاه. حتى لو كان موقف سيء اتعاملوا معاه عادي. ان انا بالنسبه لي ايه اكتر فتره انا كنت سايبه لها دماغي، كانت فتره بعد نتيجه الثانويه العامه، لما كنت بفكر في كليات. فحقيقي انا كنت سايبه دماغي تفكير 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 بطريقه فظيعه، بطريقه رهيبه، ولدرجه والله ان انا ما كنتش دماغي دي بتصدع. انا حرفيا مش عارفه انام، حتى وانا يعني انا نايمه خلاص بنام انا بفكر. ومن كتر التفكير كان التفكير بيمنعني عن النوم، قلق، توتر، مش عارفه ايه. فعشان كده حسيت ان الفيديو مهم، وانه فعلا ده حاجات بتحصل معانا. انا مثلا خايفه من حاجه فاوريدي عماله افكر فيها، لا ما تفكريش ما تفكروش، امنعوا التفكير السلبي، اعملوا حاجه تشغلكم عن التفكير. المستقبل ده في ايد ربنا، خلاص خلاص خلاص، انا سايبه. انا مش في ايدي حاجه اعملها، انا مش في ايدي اغير المستقبل، انا مش في ايدي كذا وكذا وكذا. فانا هعيش انا دلوقتي، عايشه النهارده، يبقى عايش النهارده بكل حاجه حلوه فيه. ما خليش بقى تفكيري في المستقبل يفسد عليا النهارده، لان انا مش ضامنه المستقبل، اللي انا ضامنه النهارده اللي انا موجوده فيه. فاعيشه وبقى اخليه احلى حاجه، والمستقبل ان شاء الله انا هخليه فرصه احلى من اللي قبلها، هخليه اليوم بتاعه احلى من اللي قبله. فكده انتوا بجد هتبقوا حاجه بيرفكت جدا، هتتعودوا ان انتوا ازاي تتغلبوا على مخاوفكم بتاعه المستقبل دي، والتفكير المستنفذ اللي بيستنفذ طاقتنا على الفاضي، اللي كل ما هو الا طاقه سلبيه. وكده بجد هترتاحوا كتير جدا جدا. وكده برضو اكون خلصت الفيديو، عشان انا اصلا حقيقي خايفه الفيديو يفصل. جماعه اللي انا كنت خايفه منه حصل، برضو الكاميرا قفلت فمفيش مساحه، فعلى ما نشوف الموضوع ده اضطر اقفل الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى بجد ان يكون الفيديو عجبكم، وما تفكروش في المستقبل، خططوا ليه وحاولوا ان انتوا تخلوه مستقبل احسن. واشوفكم في فيديو جديد، سلام.